بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، وبعد. إلى متابعي قناة رحمنا الكرام، بغيت نتقاسم معكم بعض الحقائق التاريخية غير المعروفة لحد الآن لدى سكان وحكام الجزائر. وسأبدأ بسؤالين. أولا، إذا كانت الجزائر دولة مستقلة، فلماذا بحت حنجرة الرئيس عبد المجيد تبون بقوله إن العالم كله يعترف بالجزائر؟ الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. ثانيا، لماذا طلب من روسيا حماية استقلال بلاده إذا كان هناك استقلال فعلا؟ أولا، صيانة أو صون استقلالنا يأتي بمساعدة قوية من روسيا الفيدرالية الصديقة. ثم لماذا يقول إن استقلال الجزائر ناقص كاستقلال دولة فلسطين؟ بالنسبة لفلسطين، احنا فلسطين استقلالها قالوها الزعماء الجزائريين رحمهم الله في بداية الاستقلال، قال استقلالنا ما يتم إلا يوم تستقل فلسطين. بالنسبة للسؤال الأول، يتضح بناء على علم النفس السياسي أن تكرار المسؤولين الجزائريين لكلمة أن الجزائر دولة مستقلة يؤكد في الحقيقة أن الجزائر غير مستقلة. وبخصوص باقي الأسئلة، سنحتاج إلى أداة علمية لمعرفة حقيقتها. فخلال 44 سنة التي قضيتها في الوظيفة عامة والتعليم الثانوي والتعليم العالي خاصة، وفقني الله عز وجل في وضع مقاربة سميتها بتفسير النص بالواقع، بمعنى أن الواقع هو الذي يوضح حقيقة النص أو الوثيقة أو كلام رجل دولة إلى آخره. وهي مقاربة علمية تقوم على أساسين: أولهما النقد، وثانيهما الاستفهام. وعلى ضوء هذه المقاربة سنضرب مثالين للتوضيح. أولهما في الدين، ويتمثل في جملة كل نفس ذائقة الموت، فالواقع يؤكد أنها حقيقة مطلقة، لأنه لا يوجد في العالم حاليا ما يثبت أن مواليد سنة 1700 ميلادية أو أحدهم مثلا لا يزال حيا. وثانيهما في كلام السياسة، وهو قول الرئيس عبد المجيد تبون: وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. فهذا ادعاء يجانب الصواب. علاش؟ لأن الواقع كذب هذا الكلام. في الجزائر وقعت احتجاجات في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك في عدد من المناطق في ولاية تيارت جنوب غرب الجزائر العاصمة بسبب مشكل انقطاع المياه الصالحة للشرب. وتحدثت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تجدد الاحتجاجات وغلق الطرق أمام السيارات يومي الأحد والاثنين الماضيين. هذا وكان وزير الري قد انتقل مؤخرا إلى تيارت من أجل وضع حيز الخدمة مشروع تزويد مدينة تيارت ب10,000 متر مكعب من مياه الآبار التي تم حفرها وربطها بالشبكة في ظرف أسبوعين. لكن المناطق الأخرى ما زالت تعاني حسب شكاوى السكان على صفحة الجزائرية للمياه. وبالرجوع للتاريخ سندرك أنه حين تمكن المغرب من فسخ عقدة الحماية عبر المقاومة المسلحة سنة 1956، بقي يدعم الجزائريين عسكريا وسياسيا ضد فرنسا في حرب دامت 7 سنوات و4 أشهر، إلى أن ارتكبت جبهة التحرير الوطني خطأ قاتلا، وهو توقيعها اتفاقية وقف إطلاق النار يوم 19 مارس
1962. علاش ارتكبوا هذا الخطأ؟ لأن الجنرال دوغول وهمهم بالاستقلال إذا قبلوا باتفاقية إيفيان، فوقعوها أيام من 7 إلى 18 مارس 1962. فكانت الكارثة. لماذا؟ لأنه باتفاقية إيفيان تمكنت فرنسا من تطهير حيازتها وملكيتها للجزائر ولسكانها أيضا، كما يطهر التحفيظ العقار. فاتفاقية إيفيان أثبتت بشهادة الدول الكبرى في مجلس الأمن أن الجزائر ليست دولة مستقلة، وإنما هي مجرد مقاطعة فرنسية بشمال أفريقيا. وقد أكد هذه الحقيقة الجنرال دوغول بقوله: Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. ومعنى كلام جنرال دوغول أن فرنسا عندما هزمت العثمانيين في المغرب الأوسط طردتهم منه طبقا لمعاهدة الاستسلام بين المارشال الفرنسي دي بورمن من جهة والداي حسين يوم 5 يوليوز 1830 من جهة أخرى، ثم قامت بحيازته باعتباره أرضا مباحة لا سيد لها. وهنا غادي نسطروا على أرضا مباحة. هذه الحقيقة هي اللي بغيت أنا الجزائريين والمثقفين الجزائريين والجيش الجزائري والحكومة الجزائرية يعرفوها. 9 سنوات بعد ذلك وجه وزير الحرب الفرنسي آنذاك الجنرال أنطوان فيرجيل شنايدر قرارا عسكريا إلى المارشال فالي يخبره فيه بأنه غير اسم المغرب الأوسط باسم الجزائر لفك ارتباطه نهائيا بالإمبراطورية المغربية، وهو الاسم الذي تم اعتماده رسميا بمرسوم ملكي وقعه الملك لويس فيليب الأول يوم 14 أكتوبر 1839، فأصبحت الجزائر بموجبه ملكية تابعة للدولة الفرنسية وسكانها فرنسيون من الدرجة الثانية. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. لكن ما هي المرجعية القانونية والدينية التي اعتمدتها فرنسا لتغيير اسم المغرب الأوسط باسم الجزائر وامتلاكه بصفة نهائية؟ من طبيعة الحال في الممارسات الدولية هناك سوابق تثبت ملكية فرنسا للأرض التي سمتها بالجزائر. فبالنسبة للقانون الدولي يعد رجل القانون البروسي إمير دي فاتيل أول من اقترح في كتابه قانون الأمم سنة 1757 تطبيق مفهوم الأرض المباحة في آسيا وأوقيانوسيا والأمريكيتان وأفريقيا، وهو ترجمة للتعبير اللاتيني مستمد من القانون الروماني تيرا نوليوس الذي وافقت عليه محكمة العدل الدولية كطريقة قانونية لحيازة الأراضي المباحة باحتلالها واكتساب السيادة عليها من قبل دولة أخرى، كما حصل في جنوب أستراليا بناء على القانون رقم 1834. في التراث الإسلامي أيضا ألفت عدة كتب ورد فيها مفهوم الأراضي المباحة، وهي نوعان: أحدهما يسمى بالأرض الميتة أو الأراضي الموات، وهي أرض غير مملوكة لأحد
وما يؤكد ملكية الأرض الميتة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا، أي بالزراعة والعمارة والبناء، كل من قام بهذه الأمور لأرض ميتة أي غير مملوكة لأحد فهي له، أي صارت له وأصبحت ملكا له. وهذا الأمر قامت به فعليا فرنسا في الجزائر منذ 1839. والجدير بالذكر هو أن فرنسا لم تقف عند حد تسمية المغرب الأوسط بالجزائر وتحفيظ حيازاته، وإنما شاركت بعد ذلك في ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 بما يخدم مصالحها. وعلى هذا الأساس لم تصرح أبدا للأمم المتحدة طبقا لمضمون المادة 73 من الميثاق بأنها قائمة باحتلال الجزائر وكاليدونيا الجديدة، كما فعلت بخصوص المغرب وتونس وكثير من الدول الأفريقية بعد ذلك. وحين ملت فرنسا من إدارتها للجزائر بصفة مباشرة، قام الجنرال دوغول باستفتاء الشعب الفرنسي يوم 8 يناير 1961 لمنح سكان الجزائر حكما ذاتيا، فوافق الفرنسيون على ذلك، ثم استفتى الجزائريين بشأن حكمهم الذاتي في ظل السيادة الفرنسية فقالوا نعم لذلك، ثم وهم قادة جبهة التحرير الوطني بأنه سيقدم لهم الصحراء المغربية الشرقية كهدية إن قابلوا باتفاقية إفيان، فصدقوه ووقعوها. لكن أخطر هذه الاتفاقية وأكثرها سرية هي التي وقع عليها دوغول وأحمد بن بلة مقابل تعيين هذا الأخير أول رئيس للجزائر. وزير العدل في اول حكومه جزائريه بعد الاستقلال اللي هو عمار بن تومي رحمه الله عليه، ويذهب الى ابعد من ذلك بقوله بن بلة. نعم هذا كلام عمار بن تومي، هو يقول يعني في شهاده مسجله يقول انه الاتفاقيات كانت ما بين شخصين، شخص بن بلة ودوغول من الجهه الفرنسيه. قلت لك يذهب الى ابعد من هذا لما يقول ان دوغول دعم كثيرا بن بلة ليكون رئيسا وكان دوما قريبا منهم، مما جعله يتباهى بأن فرنسا قدمت له الصحراء المغربية الشرقية كهدية بمناسبة الاستقلال. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Lorsque l'explosion de Reagan a eu lieu, la dernière, le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur son territoire et nous a demandé de nous associer à sa protestation. ونسي بن بلة أن الهدية الحقيقية هي توقيعهم جميعا على اتفاقية إفيان التي اعترفوا فيها بشكل قاطع بأن أرض الجزائر أرض فرنسية وسكانها فرنسيون، ورئيسها يعينه رئيس فرنسا بعد انتخابات محلية تنظم لهذا الغرض. وبناء عليه يؤكد الواقع أن الجزائر تعد بمثابة الجماعة الترابية الجهوية الفرنسية رقم 13 في شمال أفريقيا، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ولا علم وعملة وشرطة وجيش لحماية الصحراء المغربية الشرقية التي سرقتها فرنسا من المغرب. فليس كل من له جيش وشرطة وراية يعد دولة مستقلة، فبعض الأحزاب لها رئيس وراية وجيش وشرطة ولكنها ليست دولة، وبعض الجماعات أيضا لها رئيس وراية وجيش ولكنها ليست دولة، والبوليزاريو أيضا لها رئيس وجيش وشرطة وراية ولكنها ليست دولة. فالأمثلة كثيرة في العالم. فالأهم هو الأرض، والجزائريين ليست لهم أرض، لأن الأرض التي تسمى بالجزائر هي أرض في ملكية فرنسا منذ سنة 1839. اليوم حان الوقت. أنت ما تقدرش اليوم تمس بناية من البنايات في الجزائر العاصمة بدون قبول أو رضا
فرنسا بأنها لا يمكن أن ترمم بل تطيح. ما تقدرش تغير الواجهة الميناء، واجهة الجزائر على الميناء من المستحيل السبع. ما تقدرش تحطم أي بناية من البنايات، بالعكس حطمنا القصبة، ولكن ما نقدروش نحطموا الواجهة تاع فرنسا. هذا بند من بنود اتفاقية إيفيان. هذا ملكية، مازالت ملكية نتاعهم، ودوك وراه الجزائر تعوض. والغريب هو أنه ليست الأرض الجزائرية فقط تعتبر مملوكة لفرنسا، بل الشعب الجزائري أيضا مملوك لها، إذ لا يستطيع الجزائري الذي يقيم في فرنسا اليوم أن يجدد جواز سفره في القنصلية الجزائرية في فرنسا مثلا إلا برخصة من فرنسا، وهو ما أكده الحقوقي الجزائري علي أيت أودي بقوله: À ce jour, toutes les communautés internationales en France, ils ont le droit à un passeport de leur pays. C'est-à-dire un Égyptien qui a un passeport qui est expiré, donc il se présente à son consulat, au consulat de son pays, on lui renouvelle. Contrairement aux Algériens, on leur exige une pièce d'identité française à courte validité. D'ailleurs, beaucoup d'Algériens sont bloqués parce que l'administration algérienne consulaire est soumise pratiquement à l'administration française. وما يؤكد أن الجزائر ملكية فرنسية طبقا للواقع هو أنه ليس في أرشيف الأمم المتحدة ولا على موقعها حاليا ما يثبت أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية. وللتأكد من هذه الحقيقة يكفي أن نحمل هذا الرابط إلى جوجل، فندخل مباشرة إلى موقع الأمم المتحدة وإنهاء الاستعمار، وغادي نلقاو واحد القائمة بالأقاليم التي كانت سابقا مشمولة بالوصاية وغير متمتعة بالحكم الذاتي. غادي نوجدوا أيضا الدول اللي كانت تقوم بهذه الإدارة، أي الدول المستعمرة. فاللي تهمنا احنا هو فرنسا. تنوجدوا بأن فرنسا كانت تقوم بإدارة كثير من الدول، بما فيها الأرض اللي قطعتها من المغرب وسمتها بموريتانيا واستقلت تحت سنة 1960. فأيضا هناك كثير من الدول الإفريقية، الأسماء تاعها هي قدامكم. أيضا غادي نمشيو لشمال إفريقيا، غادي نلقاو المغرب استقل تحت اسم المغرب سنة 1956. تونس أيضا استقلت تحت اسم تونس سنة 1956. ونستنتج أن فرنسا لم تصرح أبدا للأمم المتحدة بأن الجزائر كانت مستعمرة واستقلت كما هو الشأن بالنسبة للدول التي ذكرناها، وإنما كانت ولا تزال مقاطعة تابعة لفرنسا في شمال أفريقيا. إذن أين الاستقلال الذي يتحدث عنه الرئيس عبد المجيد تبون؟ وهنا نتساءل: هل كان بإمكان فرنسا أن تتجرأ وتصنع مناديل للحمام عليها علم الجزائر لو كانت الجزائر فعلا دولة مستقلة؟ السلام عليكم. بدون مقدمات أو بدون مقدمة ساعة التعبير، اليوم نعرض عليكم فيديو. كل مرة فرنسا تهنا بأعمال خبيثة. العمل اليوم هو صناعة منديل فيه علم جزائري. شوفوا، راكم تشوفوا علم جزائري، منديل ولا كيسمى بابي مشوار باللغة تاعهم. بابي مشوار يستعمل مرة واحدة ثم يرمى في سلة المهملات. ثم هل كان بإمكان الرئيس التركي أردوغان أن يرفض الانحناءة الواجبة دبلوماسيا أمام علم الجزائر لو كانت الجزائر دولة مستقلة لها سيادة؟ وأختتم هذا الفيديو بتأكيد حقيقتين. أولهما أنه بإمكان المغرب اليوم أن يطالب الأمم المتحدة باسترجاع صحرائه الشرقية بدعوى أنه
لما قام دوغول بضم الصحراء المغربية الشرقية إلى الجزائر لم تكن أرضا مباحة، وإنما كانت تابعة للمملكة المغربية بالحجة والبرهان. ذلك أن الوثائق المتوفرة لدينا تبين بشكل واضح وجلي تشبت الأقاليم الصحراوية بالولاء للعرش العلوي الشريف، فهنالك روابط بيع شرعية تربط بين الأقاليم والسلاطين والملوك العلويين، معززة بالتمثيل المخزني الدائم في مختلف الأقاليم الصحراوية. وغني عن البيان أن السلطان مولاي إسماعيل مارس السيادة المباشرة في مناطق توات وبررة تيغورالين ووادي الثور من الصحراء الشرقية، وبالمنطقة الممتدة ما وراء درعا بدءا من الساقية الحمراء ومجلة بلاد كليم إلى بلد شنقيط أو موريتانيا الحالية. وتظهر تلك السيادة بتعيين ابنين خليفة، واحد خليفة على اللي هو ابنه الأمير مولاي عبد الملك، خليفة على المنطقة الشرقية الصحراء الشرقية، وابنه المامون خليفة له على الأقاليم الصحراوية الغربية. فشاركه تدبير الحكم أي المامون من خلال الرسائل التي كان يوجهها السلطان مولاي إسماعيل لابنه. وتبين هذه الوثائق الفضاءات الصحراوية التي كانت تابعة للسيادة المغربية. من خلال هذه الوثائق نستشف أن السلطان كان يوجه ابنه ويقول له مثلا يجب إعفاء هذه القبيلة من الضرائب، يجب أن تعطي ضرائب تقير للقبيلة الفلانية، لقد لعبت دورا في كذا. كانت له دراية السلطان مولاي إسماعيل بهذه القبائل وكان يوجه ابنه المامون. وكان أيضا يعطيه مجموعة من النصائح السلطانية، وتوجد مجموعة هذه الرسائل محفوظة كلها بمديرية الوثائق الملكية لمن أراد أن يطلع إليها. وثانيهما أنه إذا طرح المغرب القضية على أنظار محكمة العدل الدولية كما فعل مع إسبانيا بخصوص صحرائه الغربية، ستضطر فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء الشرقية شريطة، وهذا مجرد احتمال أن يقبل المغرب بالشروط التي قدمها الجنرال دوغول للملك محمد الخامس بشأن الصحراء المغربية الشرقية سنة 1956. عندها سيكون المغرب مضطرا لتنظيم مسيرة خضراء ثانية إلى الصحراء الشرقية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.